الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذه المادة. نسأل الله تعالى أن ينفع بها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أبواب الخير كثيرة متعددة ومتجددة، ولعل أرداها وأكثرها حظا ونصيبا من رحمة الله سبحانه وتعالى هو ما كان عن طريق مجالس العلم وحلقات الذكر التي تحفها الملائكة وتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة، كما ورد في الأثر: مجلس علم خير من عبادة 40 عاما. ومن أجل هذا نحييكم ونرحب بكم وندعوكم إلى هذا اللقاء الطيب. ومن رحاب هذا المسجد الطاهر يطيب لنا ويسعدنا أن نستضيف بندوة هذه الليلة من أصحاب الفضيلة العلماء صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان وصاحب الفضيلة الشيخ صالح الأطرم، يحدثان حول ندوة الليلة وموضوعها فضل رمضان وأحكام الصيام والقيام، شاكرين لهما باسمكم إجابة الدعوة وتلبية النداء، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهما وأن يفتح عليهما وأن يوفقهما وأن يجازيهما عنا وعنكم خير الجزاء. ولعل الكثير منكم يعلم أن هذه آخر ندوة في هذا الشهر، ولقاؤنا إن شاء الله يكون في شهر شوال إن شاء الله. ومن أراد أن يتطوع أو يتبرع ومن كان عنده فضل مال للمجاهدين الأفغان فلينتهز هذه الفرصة المباركة وفي رمضان فليتبرع إن شاء الله، ومن كان عنده فضل مال فليعد به على من لا مال عنده، وخيرها ما كان في أيام المباركة في رمضان إن شاء الله. ويستهل الندوة مشكورا فضيلة الشيخ صالح الفوزان، ونحن في انتظار فضيلة الشيخ صالح الأطرم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن فضل الله على عباده لا يزال متواصلا، ومن ذلك أنه سبحانه وتعالى شرع لهم مواسم تمر في حياتهم يتزودون فيها من الخير. هذه المواسم لها مزية على غيرها من الأوقات، وإن كان وقت المسلم كله يجب عليه أن يستغله فيما ينفعه ويفيده في دينه ودنياه، وأن لا يضيع من وقته شيئا بغير فائدة، فإنه سيندم على ذلك يوم القيامة، وسيهنأ المتقون الذين حفظوا أوقاتهم بالبر والتقوى وفعل الخيرات، سيهنؤون إذا دخلوا الجنة يوم القيامة، فيقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وسيندم المفرطون على ما ضيعوا، ويوبخون على ما فرطوا في أعمالهم، كما قال سبحانه وتعالى عن أهل النار وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هذه المواسم الخيرية منها ما يتكرر على المسلم في اليوم والليلة 5 مرات،
وهو الصلوات الخمس التي جعلها الله كالنهر الجاري يجري على باب أحدنا يغتسل منه في اليوم والليلة 5 مرات فلا يبقى من درنه شيء، فكذلك الصلوات الخمس يكفر الله بها الخطايا والسيئات، كما قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ومنها ما يتكرر في الأسبوع مرة، وهو الجمعة التي جعلها الله موسما لهذه الأمة واختصها به وفضلها به على غيرها من الأمم، حيث هداها لهذا اليوم العظيم الذي هو أعظم أيام الأسبوع. وما طلعت الشمس على يوم خير منه، يتكرر في حياة المسلم في كل أسبوع، فيتقرب فيه إلى ربه بحضور صلاة الجمعة والتبكير لها. ومنها ما يتكرر كل عام كشهر رمضان، حج بيت الله الحرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواسم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذا من فضل الله وإحسانه على هذه الأمة، حيث شرفها بهذه المواسم. ومنها ما نحن بصدد الكلام عنه، ألا وهو شهر رمضان المعظم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا هل هلال رجب: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وكان عليه الصلاة والسلام يهنئ أصحابه ببلوغ شهر رمضان ويبين لهم ما فيه من الخير ويرغبهم فيه في عمل الصالحات. فقد خطب صلى الله عليه وسلم في آخر جمعة من شعبان فقال: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. من تطوع فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، شهر يزاد فيه رزق المؤمن. من فطر فيه صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء، إلى غير ذلك من مزايا هذا الشهر العظيم. فهو فرصة ثمينة ونعمة عظيمة ساقها الله إليك أيها المسلم، فاحمد الله واغتنمها واستعملها في طاعة الله سبحانه، فإن هذا الشهر فيه مزايا عظيمة. منها أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومنها أن الله فرض صيامه على الأمة: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومنها أن الله يضاعف فيه الأجور ويغفر فيه السيئات ويعفو عن عباده المؤمنين. شهر أوله مغفرة، شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. فهو شهر عظيم وموسم جليل نستقبله في هذه الأيام، فعلينا أن نتهيأ لاستقباله بصالح الأعمال وبالتوبة من التفريط والإهمال. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم إياه، وأن يعيننا على صيامه وقيامه والتطوع فيه بأعمال الخير، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن الكسل والبطالة. فإن كثيرا من الناس لا يشعرون بهذا الشهر ولا يقيمون له وزنا، لا يعرفونه إلا أنه شهر أكل
يكثرون المآكل وينوعونها فيه، وشهر نوم في النهار وسهر بالليل، أو شهر طلب للدنيا والمتاجرة في أمور الدنيا والبيع والشراء، وقليل من يهتم بما يحويه هذا الشهر من الفضائل فيقبل عليها ويغتنمها. كثير من الناس يضيعون فيه حتى الفرائض ويرتكبون فيه المحرمات، وليس له ميزة على غيره من الشهور عندهم إلا أنه شهر السهر بالليل وتنويع المآكل والنوم بالنهار وترك صلاة الجماعة، بل وإخراج الصلوات عن مواقيتها وغير ذلك. فهؤلاء محرومون، وهؤلاء يزيد إثمهم ويضاعف جرمهم، لأن السيئات يعظم إثمها وجرمها تعظم في الأمكنة الفاضلة والأزمنة الفاضلة، كما أن الحسنات تضاعف في المواسم الفاضلة من الأوقات الفاضلة والأمكنة الفاضلة. فعلينا أن نهتم بهذا الشهر وأن نحمد الله على بلوغه ونسأله الإعانة على استغلاله في الخير. فقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين آمين آمين، فسأله صحابته الكرام عن سبب قوله آمين، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن جبريل عرض له وقال له: ومن أدركه شهر رمضان فمات ولم يغفر له فدخل النار قل آمين. فقلت آمين. فمن فاته الخير في هذا الشهر فقد فاته خير كثير وحرم خيرا كثيرا، وحري إن مات على هذه الحالة أن يكون من الخاسرين. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأله التوفيق للأعمال الصالحة واغتنام الأوقات قبل فواتها. آمين. شكرا لفضيلة الشيخ صالح الفوزان على هذه المقدمة الطيبة والنصيحة الغالية، وجزاه الله عنا خير الجزاء. ومع فضيلة الشيخ صالح الأطرم ومع نفس الموضوع فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فيا أيها الإخوة، إن للإسلام أركان وللإيمان أصولا لا يتم إسلام المرء إلا بها، ولها للإسلام والإيمان مستحبات تكمل إسلام المرء وتكمل إيمانه، وحينئذ تتم النعمة. والنعمة تقابل بالشكر وبالثناء على مسديها، كما قال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والإسلام أكبر نعمة على المرء. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والشكر يتصف به من عرف حقيقة هذه النعمة، وهو أن يقابلها بالقبول، وأن يقابلها بالقيام بحقوقها، كما قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقام صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدمه فقيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا. فعلينا نحن مسلمين أن نقابل هذه النعمة
بالحفاظ عليها، وذلك أن يتفقد كل فرد منا نفسه، لا يقصر بأركان الإسلام وبأصول إيمانه، وأن يقوم بما استطاع من الواجبات حتى ترقع ما حصل من الخلل في أصول إسلامه وإيمانه. الرب جل جلاله جعل للإسلام أركانا يظهر بها إسلام المسلم ويعامل معاملة المسلمين في الظاهر. هذه الأركان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهي أساس الإيمان. ثانيا إقام الصلاة. ثالثا إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. هذه الأركان لا بد منها للمسلم، فإذا اختل ركن منها إما بتركه كالشهادتين أو الصلاة فقد الإسلام، وإن جحد وجوبه كالزكاة والصيام والحج فقد الإسلام. وجعل للشهادتين مستحبات تثبتها وتحامي عن ذهاب أصلها والخلل به، وهو المداومة على ذكر الله. المداومة على ذكر الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والآيات والأحاديث في فضل الذكر لا تحصى ولا تعد، كل ذلك ليكسب بها المسلم ويغنم أجرا فضيلا، وليكن منها محافظة على أصل الذكر الواجب الذي هو أساس الإسلام، هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. وجعل ركن الإسلام من الصلاة هذه الخمس فهي الركن للإسلام. ولهذه الصلوات الخمس من جنسها فضائل ومستحبات، وكذلك الزكاة منها الركن وهو الواجب، ثم هناك تطوعات من المال. الصيام الركن صيام نهار رمضان وهذا الشهر المقبل علينا، نسأل الله أن يبلغنا إياه وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام، وجعل له الصيام من مستحبات في سائر السنة. وجعل الحج ركنا في العمر مرة، فمن زاد فهو تطوع. إذا عرفنا هذا أيها الإخوة، فركن الصيام في هذا الشهر ركن عظيم لا يتم البناء للإسلام إلا به، فمن أخل بصيامه فعليه خطر أن يختل إسلامه. وخلل بالصيام له أسباب كثيرة، منها أن يكون قد أخل بحقيقة الشهادتين من قبل، ومنها أن يكون مخلا بالصلاة، وقد يكون مخلا بالزكاة. فإذا لم يعبأ بهذه الأركان التي هي قبل الصيام فإنه من باب أولى أن يخل بصيامه. فالمسلم يحافظ على جميع الأركان حتى يعتمد بعضها على بعض
فيقوم إسلامه. ومن أسباب الخلل بالصيام أن يشتغل الإنسان إما بكسب المال ويجعل رمضان موسما لربح تجارة الدنيا فقط، ويغفل عن أن الله جعله موسما لربح تجارة الآخرة، فهذا أمر عظيم. فإذا غفل عن هذا فإنه يفقد ما جعل الله في رمضان من الفوائد، ولو شعر به ولو أحس به ولو تحرك شعوره، لكن يغفل عن السير على ما طلب منه. ومن الخلل بالصيام أن يسهر ليلة في غير قيام، لأن من سهر ليلة في طاعة واضحة فإن الطاعة تجر الطاعة، والطاعة تعين على الطاعة. والإشكال أن يسهر ليلة في غفلة إما من التزود في دنياه وينسى ويتغافل عن هذا الموسم العظيم، أو بالغفلة بأمور أخرى لا قوة إلا بالله، من لهو ولعب واستماع لملاهي وسهرات تقضي على سيره في الليل لآخرته، ثم تعقبه في الخلل بصيامه في النوم الكثير كي لا يتعب في زعمه ولا يظمأ، فلربما نام عن صلاة الفجر، أين الصيام؟ ولربما واصل نومه للظهر، ولربما نام عن صلاة العصر. ومعروف الفضل العظيم من صلاة الفجر والعصر وسائر الصلوات، ثم إذا جاء الإفطار قال هذا من سبب الإخلال بالصيام، من سببه أن تكون عنده زوجته ويغفل طول ليله، فإذا آوى إلى فراشه بعد صلاة الفجر حانت الشهوة وجاء الشيطان وحضرت النفس الأمارة بالسوء. هذه من الأسباب، لأنه أصبح بعد الفجر كالليل بعد العشاء، فبدما كان الأصل الإيواء إلى الفراش بعد العشاء وهذا هو محل الفراش، غلب هذا الذي لم يهتم بصيامه الوضع، فلم يعد إلى ملاعبة أهله وإلى النوم معهم إلا بعد الفجر، ثم يغفل فيقع فيما يفسد صيامه، الذي قال فيه الصحابي لما جاء للرسول عليه الصلاة والسلام هلكت وأهلكت، فجعل الجماع مهلك، وفي رواية احترقت، لأن ذنب والذنوب تحرق. ومن أسباب الغفلة ومن الأسباب التي تضيع على المسلم أيضا خيرات كثيرة أن لا يأخذ الحساب لهذا الشهر، فلم يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتأسى بالسلف الصالح الذين يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، وستة أشهر يدعون الله أن يتقبل منهم. هذا الشخص يغفل عن ذلك، فتساهل بالصيام وتساهل في القيام. وقد فرض الله صيام نهار رمضان، وسن رسوله صلى الله عليه وسلم قيام ليله، وقيام الليل فيه خير كثير وفضل عميم في سائر الليالي في السنة فضلا عن ليالي رمضان. ولهذا جاءت التراويح من جملة القيام في ليالي رمضان فيها زيادة على سائر التهجد
من مشروعيتها جماعة، وفضل من صلى مع الإمام حتى ينصرف، وحث الرسول عليه الصلاة والسلام عليها: من صام رمضان وقام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظ قلوبنا من الغفلة، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن لا يجعل للشيطان علينا سبيلا، لا في جميع الأوقات ولا في رمضان. شكرا لفضيلة الشيخ صالح الأطرم على هذا البيان وهذا التوجيه، وجزاه الله خير الجزاء. ونعود مرة ثانية مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان ونعرف الموضوع وحوله، فليتفضل مشكورا. نؤكد على ما سبق أن تكلمنا فيه وتكلم فيه فضيلة الشيخ صالح من الاهتمام بهذا الشهر العظيم ومعرفة قدره. وليتذكر المسلم أنه لا يدري هل يدرك رمضان آخر في السنوات القادمة، أو يكون هذا الشهر هو آخر الشهور التي تمر عليه. ليتذكر المسلم هذا، وليتذكر المسلم في كل لحظة أنه مهدد بالموت والانتقال من هذه الدنيا إلى الآخرة، فإن أحدا لا يدري متى يحين أجله ومتى ينتهي مقامه في هذه الدنيا، لأنه في هذه الدنيا على سبيل الزوال والانتقال. هذه الدنيا ليست بدار قرار، وإن الآخرة هي دار القرار. فأنت تسير أولا من صلب أبيك إلى رحم أمك، ثم من رحم أمك خروج إلى الدنيا، ثم تخرج من الدنيا إلى البرزخ والقبر، ثم تخرج من القبر إلى القيامة والحساب والعرض والجزاء، ثم تستقر بعد ذلك في دار القرار، إما في الجنة وإما في النار. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة وأعاذنا من النار. المهم أنك في رحلة، أنك سائر إلى الله سبحانه وتعالى في ليلك ونهارك، يسار بك من حيث لا تشعر، وكل لحظة تمر بك فلن تعود عليك، وكل لحظة تمر بك فهي من عمرك ومحسوبة عليك. وكما في الأثر عن عيسى عليه السلام أنه قال: إن هذه الأيام والليالي خزائن، وفي يوم القيامة تفتح هذه الخزائن، فأما أهل التقوى والطاعة فيجدون في خزائنهم العزة والكرامة، وأما المفرطون فيجدون في خزائنهم حسرة والندامة. فهذه الليالي وهذه الأيام وهذه الشهور وهذه الأزمنة كلها متعاقبة، وكلها ما مضى منها فلن يعود، وقد جعلها الله خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فهي في الحقيقة مواسم، وقد جعل الله منها أزمنة لها ميزة على غيرها كهذا الشهر العظيم، هذا الشهر المبارك الذي نوه الله بشأنه من بين الشهور. فقال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، من شهد منكم الشهر فليصمه. فهو شهر عظيم شرع الله فيه من العبادات الشيء الكثير، من أعظمها وأهمها صيامه، وصيامه ركن من أركان الإسلام الخمسة، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وحديث عمر في سؤالات جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، أن أركان الإسلام خمسة، منها صيام رمضان. والصيام
كما تعلمون هو الإمساك عما حرم الله على الصائم في وقت محدود من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، يتجنب فيه الصائم ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ودواعيه والأشياء التي تبطل الصيام تخل به، وذلك ليتقرب العبد إلى ربه بترك شهواته، كما في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: الصوم لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لماذا؟ لأنه تقرب إلى ربه بترك مألوفاته وترك شهواته التي كان يباح له تناولها في غير الصيام، والتي هو بحاجة إليها واشتياق إليها، كالطعام والشراب والاستمتاع بأهله، لكنه يترك ذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمره. وقد يكون الإنسان خاليا لا يراه إلا الله، ويكون جائعا وعنده الطعام الشهي، ويكون عطشان وعنده الماء العذب البارد، ولكنه يترك ذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى حيث لا يراه إلا الله. قد يكون تائقا إلى زوجته ولكنه يتركها خوفا من الله وطاعة لله سبحانه وتعالى، فبهذا يظهر فضل الصيام، وأن فيه انتصارا على النفس وانتصارا على الشهوات، وفيه ترويض على الصبر، ولذلك يسمى هذا الشهر بشهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. وفيه تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة، لأن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وهذه كلها تجتمع للصائم، فإنه يصبر على طاعة الله بترك شهواته التي تتوق نفسه إليها، وفيه صبر عن محارم الله التي حرمها على الصائم وغيره، وحبس لنفسه عنها، مع أن النفوس في الغالب تنازع إلى الشهوات ولو كانت محرمة، لكن المسلم الصائم يمنع نفسه عن محارم الله. وفيه صبر على أقدار الله المؤلمة فيما يقاسيه الصائم من ألم الجوع وألم العطش، فلذلك سمي هذا الشهر بشهر الصبر. والله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد خص الله الصائمين بباب في الجنة يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، مما يدل على فضيلة الصيام من بين سائر الأعمال. ويكفيه شرفا أن الله اختصه لنفسه من بين سائر الأعمال، حيث يقول سبحانه فيما يرويه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وكذلك يحرم على الصائم، يجب على الصائم أن يجتنب ما حرم الله في غير الصيام من كل المحرمات، لأن فعل المحرمات والمعاصي لا يجوز للمسلم في سائر عمره وفي سائر الشهور والأيام وفي سائر الساعات، ولكن فعلها في وقت الصيام أشد، وفعلها في وقت الصيام أعظم إثما. فعلى المسلم أن يتجنب ما يخل بصيامه وما يقدح بصيامه، كالغيبة والنميمة والكذب وقول الزور والسباب والشتم والنظر المحرم والسماع المحرم، وأن يستغل حواسه في طاعة الله سبحانه وتعالى، في ذكر الله، في الصلوات النوافل،
بعد أداء الفرائض في مواقيتها ومع جماعات المسلمين في مساجد الله، وعليه أن يكثر من تلاوة القرآن، فإن لتلاوة القرآن في هذا الشهر خصوصية على غيره من الشهور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يدارسه القرآن في شهر رمضان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا فضل في جميع السنة وفي جميع الليالي والأيام، ولكن في رمضان يزداد هذا الفضل ويتضاعف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذا الشهر أيضا بالاعتكاف، وهو لزوم المسجد والتفرغ للعبادة، وكان يعتكف العشر الأوسط، ثم اعتكف صلى الله عليه وسلم في آخر حياته العشر الأواخر، وكان هذا آخر الأمرين منه، أنه كان يعتكف العشر الأواخر، والاعتكاف معناه لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى من صلاة وذكر لله وتلاوة للقرآن. فهذا الشهر فيه خصوصيات وفيه عبادات وفيه مسابقات في الخير لم تكن في غيره من الشهور، فيجب عليك أيها المسلم أن تعرف لهذا الشهر قدره، وأن تعتبره من أكبر النعم التي أسداها الله إليك، حيث بلغك إياه ومكنك منه وفرغك للعمل فيه. أما من كان يأتي عليه هذا الشهر ويخرج وهو على حاله السيئة، لم يغير من حاله السيئة شيء ولم يؤثر فيه هذا الشهر، فهذا دليل على تمكن الشر من نفسه، لأن الله جعل هذه المواسم مطهرات للعبد ومكفرات لخطاياه، فمن اغتنم هذا الشهر وحصلت حاله فيه وبعده فإن هذا علامة على سعادته، وعلى أنه أدرك حظه من هذا الشهر الذي من مزاياه أيضا أن فيه ليلة خير من 1000 شهر، وهي ليلة القدر، كما قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر، وهي في هذا الشهر، ولكن الله أخفى تحديدها ليجتهد المسلم في كل ليالي هذا الشهر طلبا لهذه الليلة، فتتوفر له الأجور والخيرات والبركات، فهو شهر كله خيرات وكله بركات لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. أما من مر عليه هذا الشهر وهو لم يرفع به رأسا ولم يهتم به ولم يغير من حاله، فهذا في الواقع أنه محروم، وفي الواقع أنه شقي والعياذ بالله، لأن من حرم هذا الخير العظيم واستمر على حاله السيء فهذا دليل على أنه لم يرد به خير بسبب فعله وإعراضه. والله جل وعلا يجازي العبد بحسب نيته وبحسب قصده، وهو يعلم السر وأخفى، فالذي يقبل على الله الله جل وعلا يقبل عليه ويوفقه ويسدده، والذي يعرض عن الله فإن الله يعرض عنه ويخلي بينه وبين نفسه وبين شيطانه، كما قال تعالى: نسوا الله فنسيهم. قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال سبحانه وتعالى: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون. فالذي ينصرف عن ربه ويعرض عن ربه
ولا ينتبه لهذه المواسم التي تمر عليه في اليوم والليلة وفي الأسبوع وفي كل عام، ثم لا يغتنم هذه الساعات التي تمر به في الليل والنهار، وإنما يملأها بالإعراض، ويملأها بالمعاصي، ويملأها بالسيئات وترك الواجبات وفعل المحرمات، فهذا في الحقيقة أنه إنما ضيع نفسه، وإنما أهلك نفسه، وإنما خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا وقلوبكم لفعل الخيرات، وأن يوقظ قلوبنا وقلوبكم لاغتنام هذه المواسم العظيمة. والمقصود أن الإنسان لا يقبل على الله ويتوب إلى الله في هذا الشهر فقط، كما يفعل بعض الناس إذا جاء شهر رمضان لزم المساجد وأخذ المصحف وحافظ على صلاة الجماعة، فإذا خرج رمضان عاد إلى حاله السيئة، هجر المساجد وهجر المصحف وأقبل على فعل المعاصي والمخالفات، ويظن أن رمضان يكفيه. هذا إذا علم الله من حاله ومن قلبه أنه لم يتب توبة صحيحة، وإنما تاب توبة مؤقتة بشهر رمضان فقط، فإن الله جل وعلا لا يتقبل منه، لأن التوبة من شروطها أن يستمر عليها صاحبها، أن يعزم على ألا يعود، من شروطها أن يعزم على ألا يعود إلى فعل المعاصي. فإن علم الله من نيته أنه لم يتب إلا في رمضان، وأن في نيته أن يعود إلى المعاصي والسيئات بعد شهر رمضان، فإن الله لا يتقبل منه، لأنه لم يتب توبة صحيحة. فعلينا أن نكون متيقظين لهذا الأمر، وأن يكون شهر رمضان زيادة لنا في الخير، زيادة لأهل الإحسان في إحسانهم، وموسما للتوبة للعصاة والمذنبين، وأن يكون منطلقا إلى الخير في بقية العمر، وأن يعزم الإنسان على أن يتوب توبة صحيحة مستمرة دائمة إلى الممات. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فليس لعمل المسلم غاية دون الموت. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للاستيقاظ لما ينفعنا، وأن يجنبنا ما يضرنا في رمضان وفي غيره من الشهور. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم. شكرا لفضيلة الشيخ صالح الفوزان على هذه الإجابة الطيبة واللفتة الكريمة والنصيحة الغالية، وجزاه الله خير الجزاء، ونسأل الله أن يعيننا على العمل بها. ومع فضيلة الشيخ صالح الأطهر نحدثنا عن فضل قيام رمضان وعن عدد الركعات وما يقرأ في رمضان. يظهر أن سؤال الأخ عن قيام الليل، والمراد بقيام الليل أي الصلاة في الليل. والصلاة أيها الإخوة أفضل العبادات وأشرفها بعد الشهادتين، فهي أفضل عبادة وأفضل ذكر بعد الشهادتين، لأنها تتضمن الركوع والسجود والذل والخضوع والانكسار للملك الجبار. فالصلاة عظيمة، منها هذه الصلوات الخمس، هذه حتمية لا بد منها، ليس فيها اختيار للمسلم، بل يؤديها على حسب حاله. والسؤال أو اقتراح الأخ عن صلاة الليل. صلاة الليل أفضل الصلوات بعد المكتوبة، فهناك نوافل في بعض الأوقات كسنة الضحى، ونوافل مطلقة كما بين الظهر والعصر. فأفضل النوافل بعد المكتوبة صلاة الليل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصلوات أفضل؟ قال: صلاة الليل بعد المكتوبة.
أو أفضل الصلوات بعد المكتوبة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ولهذا قال الله تعالى لنبيه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فبعد أن أمره بالفريضة أمره بالتنفل في الليل، كما أمره في السورة الأخرى سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فصلاة الليل فيها فضل عظيم ولها فوائد تعود على المسلم بخير الدنيا والآخرة، فلهذا جاء الترغيب فيها في الكتاب والسنة. لكن أيها الإخوة، أحب أن ننوه عن صلاة الليل أنها تحتاج إلى شرطين: هو أنك تقوم في ليلك حاذرا من الآخرة وراجيا رحمة ربك. وبهذين الشرطين إذا أحضرتهما في صلاة الليل فقد أثبت الله لك العلم، والعلم خير من الجهل. والعلم هنا بما أمامك من أهوال الآخرة وأمورها، والعلم برحمة الله وسعة فضله، وأنك مفتقر إلى ذلك. هذا العلم. فليس العلم بالحقيقة أن تعلم شيئا من الصناعات أو تعلم شيئا من جزئيات الأحكام فحسب، أو تعلم شيئا من علوم اللغة، هذا في محله. لكن العلم الحقيقي هو ما جاء في هذه الآية الكريمة: أمن وقانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فلهذا وصف الله من اتصف بهذه الصفات أنه ذو اللب السليم ذو العقل العظيم. ومما جاء في فضل صلاة الليل أن الله جل وعلا جعله من صفات أهل الجنة، من صفات المتقين: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. أي أنهم قطعوا جزءا من الليل يصلون فيه، أو اقتطعوا جزءا من الليل يصلون فيه. ثم أثنى الله عليهم بأنهم يستغفرون بالأسحار، أي في آخر الليل، إما أنهم يضمنون استغفارهم صلاتهم أو أنهم يوقفون صلاتهم بالاستغفار، كما قال تعالى في وصف المتقين في سورة آل عمران: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. ومما جاء في أهل صلاة الليل أن الله أعد لهم سكنا خاص، سكن يا له من سكن خاص. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وسائر الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: من ألان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام. فيا لها من خصلة مزاياها وفضائلها لا تعد ولا تحصى، ولكن ما جئت به وما سأتي به إن شاء الله تعالى ما وإلا كلفتة لإخوة المسلمين. من ذلكم
أن صلاة الليل تصل العبد بربه وتجعله في صف أوليائه وتكفر عنه خطاياه وآثامه، وتكون سببا لأداء دائه من جسده، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين ومقربة لكم عند ربكم ومغفرة لسيئاتكم ومطردة للداء عن الجسم. فوائد دنيا ودين في الدنيا والآخرة. أليس أحدنا الآن يبذل الأموال ويتعب الأوقات ويقطع المسافات يلتمس البرء لجسده، وعنده العلاج قريب يطلبه ممن أنزله ويدخر له ثوابه في الآخرة أيضا. وجاء في الأحاديث الشريفة أن قيام الليل أفضل الأعمال بعد الواجبات. قدم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، يقول سلمان، يقول عبد الله بن سلام: فانجفل الناس إليه فكنت في من جاءه، فلما تأملت وجهه واستبينته عرفت أن وجهه ليس وجه كذاب. فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، شوف هذا الذي بدأ به، انظر ماذا بدأ به، لأن الذين استقبلوه قد أسلموا. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فجعل صلاة الليل من أسباب دخول الجنة بطمأنينة وبأمان وبسلام، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني أخبرني عن كل شيء. قال عليه الصلاة والسلام: خلق الله كل شيء من الماء. يقول أبو هريرة: فقلت يا رسول الله أخبرني عن عمل يدخلني الجنة. قال: أطعم الطعام وأفشي السلام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وجعل الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مطفئا للخطيئة كما في الصدقة، كما يطفئ الماء النار. فما دام هذا القيام في الليل والتهجد مطفئا لخطيئتك، ومعلوم أن الخطايا حرارتها كحرارة النار، فالنار لا يطفئها إلا الماء أو سائر الأسباب، فأسباب الخطايا من أسبابها قيام الليل، كما جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن عمل يدخلني الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال عليه الصلاة والسلام زائدا لمعاذ من الخير: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: نعم. يقول معاذ رضي الله عنه: قال: الصوم جنة، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ومن فوائد صلاة الليل أنك يا أخي المسلم تزيل سلطة الشيطان عنك وترفع قهره عنك، وتحل بصلاتك بالليل عقد الكسل والخمول، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: يعقد الشيطان على قافة أحدكم إذا هو نام 3 عقد، فيضرب على كل عقدة
عليك ليل طويل فارقد، فإذا قام المسلم فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت الأخرى، انحلت الثلاث كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيثا كسلانا. وإذا عرفنا هذه الفضائل في صلاة الليل فليالي رمضان من باب أولى، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض عليكم صيامه وسننت لكم قيامه، فمن صام رمضان وقامه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الألفاظ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وورد عليه الصلاة والسلام منه الاجتهاد فيه، وصلى بالمسجد وصلى معه الصحابة جماعة، ثم تركها آخر الأمر مخافة أن تفرض عليهم، ثم أخذ الصحابة هذه السنة واتفق المسلمون عليها. فقيام ليالي رمضان ما لا شك فيه أنها من أفضل الأعمال ومن أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يمن على الجميع بالنشاط وبالإقبال عليه وبقبول الأعمال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لفضيلة الشيخ صالح الأطرم على هذه الإجابة الطيبة، وجزاه الله خير الجزاء. وإن شاء الله بعد الأذان لعلنا نكتفي بهذا، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر صاحب الفضيلة على ما قدم من عطاء ونصيحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان عملهما يوم القيامة. وأما نصف الختام ختام النصف ففي اللقاء مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وذلك بعد أذان العشاء للتعليق على موضوع الندوة وللإجابة على ما تيسر من الأسئلة إن شاء الله. به ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة القيمة التي تولى وكلم فيها صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح الأطرم في فضل رمضان وفضل صيامه وقيامه، وما يتعلق بالأحكام التي شرعها الله عز وجل في هذا الشهر العظيم. وقد أجاد وأفاد وأبان الكثير مما يحتاجه المسلمون في شأن هذا الشهر الكريم، فجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهما، وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، وبلغنا جميعا وسائر المسلمين صيام شهر رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا. أيها الإخوة في الله، فضل هذا الشهر معلوم، وما فيه من الخير العظيم والفضل الكبير بالصوام والقوام كذلك أمر معلوم لكل من له أدنى علم وبصيرة في شأن هذا الشهر الكريم. وقد سمعتم بحمد الله من الشيخين ما فيه الخير والبركة، والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. فهو شهر مكتوب علينا مفروض، وقد كتب الصيام على من قبلنا أيضا، وبين سبحانه أن ذلك وسيلة للتقوى لعلكم تتقون. فصيام رمضان وهكذا أنواع الصيام من الوسائل العظيمة لصلاح القلوب وتقواها واستقامتها على أمر الله بما فيه من رقة القلوب وانفتاحها للخير وإقبالها على ما يرضي الله، فيحصل لها بذلك من معرفة الله وذكره والأنس به ما يجعلها تتقيه سبحانه بفعل الأمر المأمور وترك المحظور. والتقوى هي جماع الخير وهي حقيقة الإيمان، فإن دين الله جل وعلا يسمى إسلاما ويسمى إيمانا ويسمى تقوى ويسمى هدى ويسمى برا،
فالمتقي لله هو الذي أسلم لله أمره وآمن بالله وبرسله وصدق أخبار الله سبحانه وانقاد لشرعه فأدى فرائضه وترك محارمه ووقف عند حدوده يرجو ثوابه ويخشى عقابه. هكذا المتقي لله، وهكذا المؤمن، وهكذا المسلم حقا. ثم قال بعد ذلك سبحانه في آيات الصيام: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منه الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وبين في أول الآيات أنه سبحانه أولا شرع له الصيام بالتخيير، من شاء صام وهو أفضل ومن شاء أفطر وأطعم. وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. فأول ما شرع كان المسلمون من شاء صام وهو أفضل وخير، ومن شاء أطعم مسكينا عن كل يوم وإن أطعم أكثر فهو أفضل. ثم شرع الله جل وعلا الصيام فرضا وجعله لازما وجعل الكفار وجعل تأخير الصيام في حق المريض والمسافر لا في حق المستطيع. فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منه الشهر فليصم. شهده من حضر سليما معافا لا مريضا ولا مسافرا، فإنه يلزمه صيامه. فإن كان مريضا أو كان مسافرا فقال في سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فعلم بذلك أن غير المريض والمسافر يلزمه الصيام وليس له الإفطار. ثم قال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا من فضله جل وعلا أن يسر على المريض وأجل عليه الصيام، ويسر على المسافر وأجل عليه الصيام، فضلا منه وإحسانا. وقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فجعله ركنا من أركان هذا الدين، من أركان الإسلام ومن عموده العظيمة. ولما سأله جبرائيل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فجعله جزءا وركنا من أركان الإسلام لما فسره. فالواجب على المسلمين جميعا ذكورا وإناثا أحرارا وعبيدا حكاما ومحكومين أغنياء وفقراء أن يصوموا هذا الشهر إن كانوا أصحاء غير مسافرين، عليهم أن يصوموا في وقت رغبة فيما عند الله ورجاء ثوابه وحذر عقابه سبحانه وتعالى. إلا الحائض فهي كالمريض تفطر وعليها قضاء بعد ذلك، لكن فطرها واجب وليس لها الصوم، فلا يجتمع الصوم مع الحيض والنفاس، بل الصوم معهما باطل، فعليها أن تفطر وعليها أن تقضي بعد ذلك. أما الصلاة فالله أسقطها عنهما عن الحائض والنفساء، فلا تجب عليهما ولا تقضيان، بل الصلاة ساقطة عن الحائض والنفساء رحمة من الله عز وجل. سئلت عائشة رضي الله عنها عن ذلك فقال: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ثم على المسلم مع ذلك أن يصون صيامه، وذلك بأن يصون جوارحه عن محارم الله، يعني الغيبة والنميمة والكذب السب وسائر المعاصي. فليس الصيام مجرد ترك الأكل والشرب، ولكن الصيام في الحقيقة صوم الجوارح عن محارم الله وصيانتها من محارم الله مع ترك الطعام والشراب. ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس المقصود أن تدع الطعام والشراب ثم تخوض فيما حرم الله، وإنما المقصود هو أن تصون جوارحك عن كل ما حرم الله،
ومن ذلك ترك الطعام والشراب، ومن ذلك ترك الجهل على الناس بالظلم بالضرب بالقتل بالسب بالكذب بغير ذلك. فالمسلم يصون صيامه عن محارم الله، وهكذا مسلمة الرجل والمرأة كلاهما يصونان صيامهما عن محارم الله، فلا غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا سب ولا أكل ربا ولا غير ذلك من المعاصي. وهكذا شرب المسكرات وتعاطي الفواحش ليلا أو نهارا، كل ذلك إنما يجب الحذر منه، وكل ذلك يمسح الصيام وينقص ثوابه، وربما قضى على ثوابه لكثرة المعاصي ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان السلف رضي الله عنهم يهتمون بقراءة القرآن في هذا الشهر الكريم ويكثرون منها، فينبغي الإكثار من قراءة القرآن في هذا الشهر الكريم ليلا ونهارا، وأن يكون للمؤمن والمؤمنة نصيب وافر من قراءة القرآن مع العناية بالتدبر والتعقل. إذ المقصود من التلاوة تدبر المعاني والعمل، كما يقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالمقصود من التلاوة أن تعرف مراد ربك، وأن تعمل بذلك، وأن تهتدي بهدى القرآن، وأن يشفى به قلبك وجوارحك من كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. ثم مما ينبغي أيضا للصائم للمسلم المسلمة اغتنام هذا الشهر بالإحسان إلى الناس، بمواساة الفقير والمسكين والإحسان إليه، والإكثار من ذكر الله من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير إلى غير هذا من وجوه الخير، كعيادة المريض والشفاعة في الخير وإعانة المظلوم وردع الظالم إلى غير هذا من كل ما شرع الله. فإذا الأعمال في تضاعف، أعمال الخير تضاعف، كما أن أعمال الشر يعظم إثمها، فالسيئة يعظم إثمها في رمضان وفي كل زمان فاضل وفي كل مكان فاضل، والحسنات تضاعف كمية وكيفية في الزمان الفاضل والمكان الفاضل. وهكذا من الرجل المؤمن العامل الصالح، فإن حسناته تضاعف له أكثر بسبب أعماله الصالحة وتقواه لله واستقامته على أمر الله. صدقنا الله وإياكم الاستقامة، وبلغنا وإياكم صيام هذا الشهر العظيم وقيامه، وجعلنا وإياكم من المسارعين فيه إلى كل خير ومن الهاربين فيه من كل شر، كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمرنا وأن يوفقهم لكل خير، وأن يصلح لهم البطانة، كما نسأله سبحانه أيضا أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يصلح قادتهم وأن يوفقهم لكل خير، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع، فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة. الأول هو ما هي السنة في عدد ركعات التراويح، وهل الأفضل أن يصلي المسلم 11 ركعة أم 13 ركعة، وهل من الأفضل التنويع في أيام وليالي شهر رمضان المبارك أم الاكتفاء بصورة واحدة، وما رأيكم أحسن الله إليكم في من يزيد على ذلك بحيث يصلي 23 أو أكثر أو أقل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على التوسعة في صلاة الليل وعدم التحديد بركعات معينة، وأن السنة يصلي المؤمن وهكذا المؤمنة مثنى يصلي من كل اثنتين.
ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى بمعنى الأمر، خبر معناه الأمر، يصلوا في الليل مثنى مثنى، معنى مثنى مثنى يسلم كل اثنتين ثم يختم في واحدة وهي وتر. وهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يصلي الليل مثنى مثنى ثم يوتر واحدة عليه الصلاة والسلام، كما أورد ذلك عائشة رضي الله عنها وابن عباس وجماعة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات يسلم كل اثنتين ثم يوتر بواحدة. وقالت رضي الله عنها أيضا في الصحيحين: ما كان يزيد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وأظن بعض الناس أن هذه الأربع تؤدى بسلام واحد، وليس الأمر كذلك، وإنما مرادها أنه يسلم كل اثنتين كما في روايته السابقة، ولقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. ولما ثبت أيضا في الصحيح حديث ابن عباس أنه كان يسلم، أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم كل اثنتين. وفي قولها رضي الله عنه: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ما يدل على أن الأفضل في صلاة الليل في رمضان وفي غيره 11 يسلم كل اثنتين ويوتر واحدة، هذا هو الأفضل. وثبت عنها رضي الله عنها وعن غيرها أيضا أنه ربما صلى 13 عليه الصلاة والسلام. هذا أفضل ما ورد، وهذا أصح ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، الإيتار ب13 أو ب11، والأفضل 11، فإن أوتر ب13 فهو أيضا سنة وحسنة. وهذا العدد أرفق بالناس وأعظم الإمام على الخشوع وركوعه وسجوده وفي قراءته وفي ترتيب القراءة وتدبرها وفي عدم العجلة في كل شيء. وإن أوتر ب23 كما فعل ذلك عمر والصحابة رضي الله عنهم في بعض الليالي من رمضان فلا بأس، فله واسع. وثبت عنه رضي الله عنه والصحابة أنهم أوتروا ب11 كما في حديث عائشة، كما ثبت عن عمر هذا وهذا. ثبت عنه رضي الله عنه أنه أمر من أيام من الصحابة يصلي 11، وثبت عنه أنهم صلوا بأمره 23، وهذا يدل على التوسعة في ذلك، وأن الأمر عند الصحابة واسع كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. ولكن الأفضل من حيث فعله صلى الله عليه وسلم، من حيث فعله اللهم صل وسلم 11 أو 13. وسبق ما يدل على أن 11 أفضل، يقول عائشة رضي الله عنها: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يعني غالبا. ولهذا ثبت عنها أنه صلى 13 وثبت عن غيرها، فدل ذلك على أنه قابلها في الأغلب، وهي تطلع على من كان يفعله عندها وتسأل أيضا، فإنها كانت أفقه النساء وأعلم النساء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت تخبر عما يفعل عندها وعما تشاهده، وتسأل غيرها من أمهات المؤمنين ومن الصحابة، وتحرص على العلم
ولهذا حفظت علما عظيما وحفظ كثيرا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بسبب حفظها العظيم وسؤالها غيرها من الصحابة عما حفظه رضي الله عن الجميع. وإذا نوع صلى في بعض الليالي 11 في بعضها 13 فلا حرج في كل سنة، ولكن لا يجوز أن يصلي 4 جميعا، بل السنة والواجب يصلي 2 يقول الصلاة صلاة الليل مثنى، وهذا خبر معناه الأمر. ولو أتى ب5 جميعا أو ب3 جميعا بجلسة واحدة فلا بأس، فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا يصلي 4 جميعا أو 6 جميعا أو 8 جميعا، لأنه لا يريد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه في خلاف الأمر في قوله صلاة الليل مثنى. ولو صلوا 7 أو 9 فلا بأس، ولكن الأفضل يجلس في السادسة الشهر الأول أو في الثانية الشهر الأول ثم يقوم ويكمل. كل هذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم. أحسن الله إليك. قبل أن يسلم يقوم من الثامن يجلس في الثامنة ثم يقوم قبل أن يسلم ثم يأتي بالتاسعة، وهكذا في السادسة من 7 إذا سردها. وجاء عن الإنسان أنه سرد 7 ولا يجلس عليه الصلاة والسلام. نريد 10 ركعة. نعم. إذا كانت 11 ركعة إذا جلس في 10 مثلا ما هذا من فرض سردها يمكن يسلم كل 2 ولا يسلم. فالذي بلغ المؤلمة الآن أنه سرد 7 وسرد 9 وجلس في بعض المرات في السادسة ثم قام ولم يسلم ثم أتى بالسابعة. أما 9 فجلس في الثامنة ولم يسلم ثم قام إلى التاسعة. أما 11 فلا أذكر أنه سردها في أي شيء من الأحاديث عليه الصلاة والسلام. أحسن عليكم. لكن بالنسبة للأئمة والحجة في هذا الرواية. إن ثبت في شيء من الطرق أنه سردها جاز ذلك. بالنسبة للأئمة قد يشق الآن على المصلين أن يتابعوا، لأن هنالك من يريد أن يذهب لا يتم. لا ما تقدم. الأفضل يسلم بكل 2. هذا هو الأفضل. يسلم بكل 2 ويسلم واحدة كما تقدم حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى لو يغشى نفسه صلى ركعات وتر له أصلا. هذا هو الأفضل وهو الأرفق بالناس أيضا، لأن بعضهم قد يكون حاجات يحب أن يذهب بعد 2 أو بعد صلاة 2 أو بعد صلاة 3 تسليمات. فالأفضل والأولى بالإمام أن يصلي 2 ولا يترك 5 أو 7، وإذا فعله بعض الأحيان بيان السنة فلا بأس بذلك. والله ولي التوفيق. أحسن الله إليك. إذا أراد أن يكون في الوتر مع ركعتي الشفع أن يصلي كصلاة المغرب هل ذلك مثلا؟ أقل حاله كراهة. لأنه ورد النهي عن تشبيح بالمغرب، فيصليها فردا 3 من سلام واحد أو جلسة واحد بدون الجلوس بعد إلا إذا فعل 5 أو 7. نعم. أحسن الله إليك. وهل الآن الأفضل في رأيكم التنويع عن الاقتصار بالنسبة للأنه على 11 ركعة؟ أنا لا أعلم ما في هذا، ما صلى بعض الليل 11 وبعضها صلى 12 ما في شيء، ولا شاء فلا بأس. الأمر واضح في صلاة الليل. أحسن الله إليك. لكن إذا اقتصر 11 عن تثبيت السنة ولا يعلم الناس صلاته حتى لا يظنوا أنه ساهي هذا حرج. أحسن الله إليك. ثم بعض المصلين يرون أن هذه هي السنة، وعندما يأتوا إلى مساجد تصلي ما يزيد على 23 أو 23 ركعة يصلون 11 ركعة أو 10 ركعات ولا يتمون مع الإمام. لا السنة يتم مع الإمام ولا صلى 23. الأول الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة لهم بقية ليلته. فالأفضل للمأموم يقوم مع الإمام حتى ينصرف سواء صلى 11 أو 13 أو 23 أو غير ذلك. هذا هو الأفضل يتابع الإمام ويكون مع الإمام حتى ينصرف. والثلاث فعلها عمر رضي الله عنه الصحابة ليس فيها نقص وليس فيها خلل، بل من السنن سنة خلفاء الراشدين. بعض المسلمين يتتبعون القراءة الحسنة والصوت الجميل ويتركون المساجد القريبة من سكنهم بحجة أنهم لا يرتاحون أو لا يكمل خشوعهم في الصلاة وراء هؤلاء الأئمة،
ما ترون في ذلك، وما هو الأفضل بالنسبة للسنة؟ هذا هو الله أعلم أنه لا حرج في ذلك، لكن المقصود أن يستعين بذلك على الخشوع في صلاته ويرتاح في صلاته ويطمئن قلبه، لأن ما كل صوت ريح، فإذا كان قصده من ذهاب إلى صوت فلان أو فلان قصده الرغبة في الخير وكمال الخشوع في صلاته فلا حرج فيه، بل قد يسهر على هذا ويؤجر على حسب نيته. والإنسان قد يخشى خلف الإمام ولا يخشى خلف الإمام بسبب الفرق بين القراءتين والصلاتين، فإذا كان قصد بذهابه إلى المسجد البعيد أن يستمع لقراءته لحسن صوته ويستفيد من ذلك ويخشى على الصلاة لا لمجرد الهوى والتجول، لا، بل لقصد الفائدة وقصد العلم وقصد الخشوع للصلاة. ثم في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم يمشى، قصد أيضا خطوات، وهذا أيضا مقصود صالح. أحسن عليك. بعض أيضا الشباب جزاهم الله خيرا لا يستقرون في مسجد واحد، فكل يوم يذهب إلى مسجد لأنه يرى أن هذا الإمام صوته جيد وقراءته مؤثرة، ففي كل ليلة أو في كل يوم وراء آخر يصلي في مسجد جديد. هل هذا أيضا مناسب؟ لا أعلم هذا بأس، لا أعلم هذا بأس، ويمكن يعني أميل إلى أنه يلزم المسجد الذي يطمئن قلبه فيه ويخشع فيه، لأن قد يذهب المسجد الآخر لا يحصل فيه ما حصل في الأول من الخشوع والطمأنينة. فأنا أرجح أن حسب القواعد الشرعية أنه إذا وجد إماما يطمئن إليه ويخشع فيه في صلاته وقراءته يلزم ذلك أو يكثر من ذلك معه، والأمر لا حرج فيه بحمد الله، الأمر واسع. لو انتقل إلى إمام آخر ما نعلم فيه بأسا إذا كان قصد خير وليس قصد شيء آخر من الرياء وغيره، لكن الأقرب من حيث القواعد الشرعية أنه يلزم المسجد الذي فيه خشوع وطمأنينة بحسن القراءة أو فيه تكثير المصلين بأسبابه إذا صلى فيه كثير المصلين بأسبابه يتأسون به، أو لأنه يفيدهم ليس عندهم من يفيدهم فهو يذكرهم بعض الأحيان أو يلقي عليهم درسا، يعني يكون يحسنهم بوجود فائدة. إذا كان هكذا فكونه في هذا المسجد الذي فيه فائدة منه أو من غيره، أو كونه أقرب إلى خشوع قلبه وطمأنينته وتلذذه بالصلاة، كل هذا مطلوب. أحسن عليكم. ما رأيكم أحسن الله إليكم في مسألة ختم جميع القرآن في صلاة التراويح، وما الدليل على ذلك؟ وهل يمكن الاقتصار على بعضه أو الأفضل قراءة كاملا؟ الأمر في هذا واسع، ما لم دليل يدل على أن الأفضل أن يكمل القراءة، إلا أن بعض أهل العلم قال ينبغي مستحب يسمعهم جميع القرآن، يعني حتى يحصل الجماعة سماع القرآن كله، ولكن هذا ليس يعني بدليل واضح. المهم أن يخشع في قراءته ويطمئن ويرتل يفيد الناس ولو ما ختم ولو ما قرأ إلا نصف القرآن أو سنة في القرآن، ليس المهم أن يختم، المهم أن ينفع الناس في صلاته وخشوعه وقراءته حتى يستفيدوا ويطمئنوا، وإن تيسر له أن يكمل القراءة الحمد لله، وإن لم يتيسر كفاه ما فعل وإن بقي عليه بعض الشيء، لأن عناية بالناس وحرصه على خشوعهم وعلى إفادتهم أهم من كونه يختم. فإذا ختم بهم من دون مشقة وأسمعه القرآن كله هذا حسن. أحسن الله. مسألة مدارسة جبريل عليه السلام من المصطفى صلى الله عليه وسلم في رمضان، هل يمكن أن يستشف منها دليل بمسألة إكمال القرآن في الصلاة؟ يستفاد منها المدارسة، ويستحب للمؤمن أن يدارس القرآن من هو يفيده وينفعه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الاستفادة، يعني يدعوه ليأتي من عند الله جل وعلا وهو استفيد من الله ومن الرسل، فالرئيس لا بد في النبي صلى الله عليه وسلم أشياء من جهة الله عز وجل، من جهة إقامة حروف القرآن، من جهة معانيه التي أرادها الله. فإذا درس الإنسان من يعينه على فهم القرآن ومن يعينه على إقامة ألفاظه هذا مطلوب، كما درس النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل، وليس المقصود أن جبرائيل أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لكن جبرائيل هو الرسول الذي يأتي من عند الله فيبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمره الله به من جهة القرآن
من جهة ألفاظه ومن جهة معانيه. الرسول صلى الله عليه وسلم يستفيد من جبرائيل من هذه الحيثية، لا لأن جبرائيل أفضل منه عليه الصلاة والسلام، بل هو أفضل البشر عليه الصلاة والسلام وأفضل من الملائكة عليه الصلاة والسلام. لكن هذه المدارسة فيها خير عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن لأنها مدارسة لمن يأتي به من عند الله ويستفيد يأتي من عند الله عز وجل. وفيه فائدة أخرى، وهي أن المدارسة في الليل أفضل من النهار، لأن هذه المدارسة كانت في الليل، ومعلوم أن الليل أقرب إلى اجتماع القلب وحضور القلب والاستفادة أكثر من المدارسة. وفي فوضى من الفوائد شرعية المدارسة، وأنها عمل صالح حتى ولو بغير رمضان، عمل صالح يعني فيه فائدة لكل منهما، ولو كانوا أكثر كذلك يستفيد من أخيه ويشجع على القراءة وينشطه. وقد يكون لا ينشط إلى الجلسة وحده، لكن إذا كان معه زميل له يدارسه أو زملاء كان ذلك أشجع له وأنشط له، مع عظم الفائدة في ما يحصل بينهما من المذاكرة والمطالعة فيما يشكل عليهما، كل ذلك فيه خير كثير. يعني يمكن أن نقول أن أيضا قراءة الإمام القرآن كاملا في رمضان على جماعته هو نوع من هذه المدارسة، لأن فيه فائدة لهم، لأن في هذا عبادة لهم عن جميع القرآن،